لكل حدا معه عقد بيع ممسوح وبعده ما سجل، في شغله بدي الفت لكم نظرها وما حدا اخدها بالحسبان. بس تعرفوا هالشي حتركضوا ركض تروحوا تسجلوا، حتى لو ما معكم حتدبروا وتسجلوا. والسبب هو انه طبيعة الحال السند بعده باسم مين؟ صاحبه الاساسي. اوكي، عملكم عقد بيع ممسوح، القصة مش بس انه تحموا حالكم، القصة مش بس انه تحموا حالكم يا جماعة، انه يابا ما حدا حيجي ياخذ علي ياخذ لي بيتي، مش هاي القصة بس. هاي شغلة تانية الأهم من هيك. بدكم تشوفوا صاحب اللي باسمه العقار ما يطلع عليه ضرائب او عليه حجز من قبل الدولة. عرفتوا علي كيف؟ تنزل إشارة على العقار، بصيروا أنتم لما بدكم تروحوا تعملوا القيمة التأجيرية وتنفذوها قبل في خلال مرحلة التسجيل، بدها تطلع هاي الضرائب. ممكن توصل عم توصل هلا على جديد بالمليارات، ممكن توصل لحق الشقة، وما فيكم تسجلوا غير لتدفعوها. وهو ما حيعترف لكم فيها، يعني ما حيجي يدفعهم هو، انه لازم هو يدفعهم، بس ما حيدفع منه قابض مصاري، خاصة إذا كان مبلغ كبير. عرفتوا علي كيف؟ لذلك اي حدا عنده عقد بيع ممسوح، عدا عن الاسباب التانية اللي سبق حكيت عنها، عن قيمة الرسم حتطلع وغيرها من القصص انه تحمي حالك، هيدا السبب. الضرائب اللي ممكن تطلع او الاشارة او اي شيء ممكن يطلع على اسم المالك الاساسي القديم، اشارة حجز، وضعيات كذا. يا خيي اللي بتعرفوا انتوا اذا عليه ضبط درك، ضبط سير ومنو دافعه، بينزل اشاره وببطل فيك تسجل من وراه على اسمه اذا باسمه لهالدرجه يعني. فكيف بالشغلات الكبيره اذا عنده مؤسسه عنده شيء؟ لذلك روحوا سجلوا عقاركم، ما تنطروا ولا تبيتوا، حتى لو ما معكم تدينوا الرسم وروحوا سجلوها. هاي اهم شغله بتعملوها. بالاضافه لهالشيء، وحده من انواع الاشارات حجز المصرف. ممكن عليه قرض للبنك والبنك حجز له عقار، اخذ قرضه مش مسدده وحط ايده، وانت مشتري بعقد بيع ممسوح ونايم ومانك حاسس بشيء، بيحجز البنك بشلحك بيتك لو معك عقد بيع ممسوح وبعده على اسمه وانت مانك منفذ.